أهلا بكم من جديد. جوزيه غوميز المدرب البرتغالي الذي خاض تجربتين في السعودية مع التعاون والأهلي سيكون هو ضيفي القادم لأتحدث عن الأشياء التي لم يتحدث عنها منذ أن أقيل من النادي الأهلي. قبل ذلك هذه محطات في مسيرته. جوزيه مانويل مارتينيز تكسيرا غوميز أو الشهير فقط بغوميز في الخليج، مدرب برتغالي عرفته الجماهير العربية عندما حضر إلى نادي التعاون مطلع سبتمبر من العام 2014. بالعودة إلى الماضي وصلنا إلى مسقط رأس غوميز مدينة ماتو سينهوس المفعمة بالحياة البحرية، ما يفسر لنا غرام الرجل المولود في 28 من أغسطس من العام 70 بالمأكولات البحرية وخصوصا الأسماك التي تشتهر بها منطقته. ويرى ضيفنا أن لا سمك يضاهي سمك البرتغال، وبالمناسبة هو طباخ ماهر والفضل في تعلم المهارات يعود للوالدة. الشغف بكرة القدم بدأ معه مبكرا في عمر صغير، لكنه لم يتجه لاحتراف اللعب، بيد أنه نمى فكرة اللعبة في ذهنه عبر دراستها في الجامعة. فغوميز حاصل على ماجستير في الرياضة اختصاص كرة قدم، ويجيد 4 لغات: البرتغالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية. وشكرا وعفوا، وأنا أصبحت شيبة بالعربية. السلام عليكم. السلام. الشغف والتعلم قادا غوميز إلى عالم التدريب في 20 من عمره، وتحديدا عام 92، وبدأ الرحلة مع النادي الذي لعب به في الصغر فالاديريس البرتغالي، ومن ثم عمل كمساعد مدرب في عدة أندية، من ذلك انضمامه للجهاز التدريبي للمدرب البرتغالي الشهير فيريرا في أندية بورتو البرتغالي وملقا الإسباني وبناثينايكوس اليوناني، وتجربته مع بورتو الأقرب إلى قلبه حيث حصد معه البطولات. عام 2012 انطلق غوميز في قيادة الفرق من بوابة نادي فيديوتون المجري قبل الانتقال إلى منطقة الخليج العربي وتحديدا السعودية مع نادي التعاون، حيث نجح في تشكيل فريق متميز وحجز للنادي مقعدا آسيويا لأول مرة في تاريخه. تميز المدرب البرتغالي جذب أنظار بطل الدوري الموسم الماضي الأهلي له، فاستعان بخدماته مطلع الموسم، ورغم أنه لم يستمر معه سوى 4 جولات بالدوري فإنه نجح في التتويج معه بكأس السوبر السعودي أمام الهلال. واليوم يخوض غوميز تجربة جديدة صحبة نادي بنياس الإماراتي، ومن سوء الحظ أنه خسر في مباراتيه الأخيرتين بالدوري، ربما يعود ذلك لبعده عن زوجته وابنته كوستانسا وابنه جوزيه جونيور الذي يجهز للذهاب للجامعة في العام المقبل. أما سر لياقة ضيفنا فتعود إلى محافظته على ممارسة الرياضة في وقت فراغه، وحين يقرر الابتعاد عن كل شيء يتجه إلى عالم الفروسية التي تعلمها من جده أو يستمع إلى الموسيقى. وفي الاستوديو رحب بالمدرب البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب التعاون والأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق بنياس الإماراتي. كابتن غوميز، أهلا بك. Thank you. كابتن، تركت السعودية والكثير من الأسئلة خلفك، لم تجري أي مقابلة، لم تجب على أي سؤال، نريد أن نتحدث بصراحة هذه الليلة. ماذا حدث؟ لماذا غادرت الأهلي؟ Well, it was a direct decision. كانت توجيهات مدير النادي. كنت سعيدا جدا هناك، التقيت بعائلة رائعة. عائلة الأهلي هي عائلة عظيمة وشغوفة جدا، الجماهير واللاعبين وكافة الأفراد والموظفين في النادي. كنت سعيدا جدا معهم، ولطالما شعرت بأنني أرغب بإنهاء الموسم بنجاح كبير، ولكن مدراء النادي قرروا إنهاء عقدي، وأنا مدرب محترف ويجب أن أحترم رأيهم. نوعا ما أستطيع أن ربما أدرك أسباب قرارهم.
وأتفهمها، لأن كرة القدم التي يرغبون بها عندما وقع العقد معي كانت كرة قدم مختلفة عن الموسم الماضي، أسلوب مختلف وحيازة الكرة بشكل أكبر. ولكن بدأنا الموسم ليس بشكل سيء، لا أستطيع أن أقول بأن نتائجنا كانت سيئة، ولكن لم نحقق النتائج التي كان يتوقعها الجميع. وأسلوب كرة القدم لم يكن هو الأسلوب الذي توقعته أنا. ولكن لماذا؟ هذا هو السؤال. الجواب بسيط جدا. بقيت وتدربت مع الأهلي 72 جلسة تدريبية أو حصة تدريبية. ولكنني دربت لاعبين، وفي المباريات لعبت مع لاعبين آخرين، لأن لاعبي المنتخب تدربوا 25 مرة أو حصة فقط ولم تكن متواصلة، فدربوا 5 أيام، بعد ذلك يتحولون إلى المنتخب الوطني، بعد ذلك أسبوعين. فكان من الصعب جدا أن أشاركهم كافة أفكاري إذا لم يكن معي لاعبو المباريات. فالإحساس والنكهة أو نكهتي مع الأهلي وخلال وقتي معهم لم تتسنى لي الفرصة لأبرز نفسي معهم. ولكن هذا هو حال كرة القدم كابتن. وسأعود يوما ما إن شاء الله. أرجو لك العودة سواء للأهلي أو للدوري السعودي. كابتن أهلا بك دائما. كابتن، هل تحدثت مع الأهلاويين عن هذه النقطة بأنك لا تدرب الفريق بالكامل فترات طويلة؟ اللاعبون الأهلي عنده لعيبة أكثر في المنتخب السعودي الوطني. تحدثت مع المسؤولين هذه المشكلة بأنك لا تدرب اللاعبين كفريق حصص تدريبية كثيرة؟ نقلت لهم هذه المشكلة تحديدا مسؤولي النادي الأهلي؟ نعم، ولكن كل شيء تغير في الأهلي. التقيت برئيس النادي قبل يومين من مباراة الفيصلي، وبعد مباراة الفيصلي ب3 أيام أقالوني من النادي. فأستطيع أن أقول بأنني أؤمن حقا بأنه سيكون رئيسا جيدا جدا للنادي. تحدثنا عن بعض الأشخاص الرائعين ولديه شغف كبير جدا للنادي، وأعتقد بأن لديهم كافة الظروف التي ستحقق لهم النجاح في المستقبل، غير أن الإحساس هو الذي ذكرته. ولكن هذه هي الحياة، ويجب أن نتعلم من الأخطاء والأشياء التي تمرنا بنا في حياتنا، وأنا أتعلم طوال الوقت. تفاجأت كابتن بقرار الإقالة، قرار الاستغناء عنك، كان مفاجئ لك؟ بالتأكيد. لماذا يقيل أفضل مدرب يعمل في المملكة العربية السعودية؟ نعم كابتن، هل كنت سيء الحظ لأنك جئت بعد غروس الذي حقق بطولة الدوري الغائبة منذ سنوات عن الأهلي؟ كان هذا أيضا شيئا مضرا لك أن تخلفه؟ صنع محبة كبيرة عند الأهلاويين. ليس لأنني جئت بعد غروس. المدرب لا يخوض المباريات ضد المدربين الآخرين. الفرق تنافس الفرق الأخرى. في الموسم الماضي إذا أردت أن تتحدث عن إنجازات غروس وغوميز كان هنالك تعادل، لأن في الجولة الأولى تعادلنا في بريدة وبعد ذلك تعادلنا في جدة. والشيء المضحك وفي المباراة الأخيرة الأهلي سجل هدف واحد أكثر من التعاون. والسؤال ليس مسألة خلافة غروس. النادي منذ فترة طويلة لم يحقق الألقاب أو البطولات، وأعتقد وعندما أقول أنفقوا أقصد النادي بأكمله بذل الكثير من الجهود للفوز باللقب، ولكنهم نسوا بسرعة مدى صعوبة تحقيق البطولة مرة أخرى. جميل.
كابتن، كنت تعاني من فراغ إداري، عدم وجود أي إداريين أو مسؤولين إلى جوارك في مرحلة الاستعداد، في مرحلة المباريات الكبيرة؟ نتحدث بصراحة كابتن. كافة إجاباتي ستكون صريحة. بالنسبة لي كان من المفاجئ أسلوب بدءنا للعمل مع النادي. هذا ما ذكرته مسبقا. السؤال في الموسم الماضي فازوا بكل شيء، وكان من الصعب جدا أن يحققوا هذا الفوز. لقد واجهوا تحديات كبيرة وتغلبوا عليها وفازوا، وبعد فترة طويلة من غير الفوز بالدوري. النادي، وأقصد الجميع في النادي، كانوا يمرون بمرحلة إعادة انتعاش بعد الطاقة الكبيرة التي بذلوها في الموسم الماضي. فعندما وصلت إلى النادي وجدت ناديا مرتاحا ونائما وليس لديه أي طاقة أو قوة. هذا ليس بالعذر بالتأكيد، ولكن كان هذا هو السيناريو الحقيقي الذي وجدته، ولكن ليس من المستحيل تغييره. ما حصل هناك هو ذاك، وما وجدته كان الاسترخاء والنوم. نادي نائم ومسترخي مع لاعبين كبار وإمكانات كبيرة جدا ومشجعين رائعين، ولكن النادي كان نائما. كابتن، حاولت أن تتحدث مع المسؤولين الكبار في الأهلي عن هذا الموضوع، بأن النادي يعيش حالة من الاسترخاء؟ خلال الوقت الذي قضيته مع الأهلي دائما كنت أنام بشكل جيد وساعات جيدة. ما أقصده بذلك هو أنني بذلت قصارى جهدي للنادي وكل طاقتي لمحاولة حل كافة المشاكل. تحدثت مع الجميع في النادي، ولكن أنا مدرب ولا يجب أن أفكر سوى في كرة القدم والحصص التدريبية والمباريات القادمة ودراسة الخصوم. في الفرق الكبرى مثل الأهلي يجب أن نعتمد على الكثير من الدعم من الخارج لكي نفكر بأشياء أخرى. بدأت بقرع الأجراس وأقول لهم احذروا، فلدينا مشكلة في النادي، وطلبت المساعدة من الجميع، ولكن كل شيء قد انتهى الآن وأصبح من الماضي. وكما قلت تغير النادي مرة أخرى، لديهم مدرب حقق لهم البطولة وساعدهم على الفوز باللقب، فهم الآن في وضع جيد، وأنا لدي مشروع مختلف الآن، وأنا ممتن لكل ما قاموا به من أجلي. لا تزال علاقتنا رائعة جدا بيني وبين الأهلي، لم نتوصل إلى الاتفاقية النهائية فيما يخص العقد، ولكن علاقتي لا تزال قوية جدا مع الكل في النادي. جميل. كابتن، عانيت من الأمور المالية في الأهلي في البداية. فريق الذي يعمل معك عانى من عدم تسلم مستحقاته وأشياء كثيرة، على سبيل المثال استخراج الفئز، تأشيرات الدخول السعودية، كان لديكم مشاكل. هل سببت لك هذه ضغوط في العمل أيضا؟ حدثني عن المتأخرات المالية مثلا. كلا، في هذا الخصوص دفعوا كافة المستحقات خلال وقت عملي معهم. حاليا وبعد فسخ العقد يجب أن تكون هناك اتفاقية رسمية، وإلى الآن
لم نبرم هذه الاتفاقية. فإذا ما تحدثت عن المال الآن، أنا لم أتلقى الأموال التي من المفترض أن أستلمها، ولكن كما قلت مسبقا أنا أثق بالرئيس الحالي وبالنادي، وأنا على يقين من أننا قريبا سوف نتوصل إلى اتفاقية رسمية. أما الآن فالمحامي السعودي هو الذي يتولى هذه المسألة، لأنني خرجت من السعودية. كابتن، لم توقعوا المخالصة حتى الآن المالية؟ لم تستلم الحقوق لأنكم لم توقعوا حتى الآن، صحيح؟ قانونا لست بحاجة للتوقيع، فتلقيت رسالة تقول بأنهم لا يرغبون بإتمام التعاقد معي منذ الأول من أكتوبر، لكن أنا خرجت من النادي، ولكن رسميا لم تبرم بنا اتفاقية. فإذا ما فسخوا العقد فيجب أن يدفعوا كافة المستحقات التي هي من حقي. ولكن أنا متأكد من أنهم ناس جديون. النادي بالتأكيد جدي، وسوف يجدون أسلوب رسمي لحل هذه المسألة مع المحامي. كابتن، بقي لدي وقت ليس كثير، فأرجو أن أخذ منك إجابات مختصرة عن بعض الأشياء التي مررت بها في السعودية. هذا الفريق الحالي في الأهلي يحقق الدوري؟ يستطيع تحقيق لقب الدوري، المحافظة عليه؟ بإمكانهم الفوز. لديهم لاعبين رائعين جدا، ولديهم أفضل الهدافين، وسيكون هو الهداف الأول مرة أخرى، وأعتقد بأنهم سيكونوا الأبطال الجدد. كابتن، وقعت للنصر قبل الأهلي عند خروجك من التعاون، ثم تركت النصر أو تركوك، ممكن أن تشرح لنا القصة؟ هم الذين تركوني. من الذي تركك بالضبط؟ من؟ الكلاب. كابتن، من في النادي؟ Who in the club؟ عندما وقعت اتفاقية مع نادي النصر، والرئيس كان الأمير فيصل. غير أن الأمير فيصل ترك النادي، ومجلس الإدارة الجديد لم يتبعوا الإجراءات التي يجب أن يتبعوها للمحافظة وإبقاء الاتفاقية. وعندما عاد الأمير فيصل، طيب، لأن مجلس الإدارة خلال وقت الأمير فيصل ومع بين عودته المجلس الإدارة الجديد لم يرغب به. مين المجلس الجديد يا كابتن اللي كان بين مرحلة رحيل فيصل وعودته؟ من الذي اجتمع بك؟ اجتمعوا بك؟ كان هناك اجتماع معهم؟ Yes. وين؟ في الرياض؟ In Riyadh. مين اجتمع بك؟ Two persons in the شخصا. من تتذكر الأسماء؟ في ذلك الوقت عندما غادر الأمير فيصل التقيت. صحيح كابتن، سألوك عن طريقة لعبك 4-4-2 4-3-3، سألوك عن تكتيكك؟ ناقشوك في التكتيك؟ الصحفيون مدهشون، يعرفون كل شيء. كابتن، ناقشوك في جاوبني، أنت جاوبتني إجابة عائمة. ناقشوك في التكتيك؟ ناقشنا يعني احتجوا على أنك كابتن أجانب التكتيكي، كان هناك احتجاج على أنك أفكاري وأسلوبي في كرة القدم، وكانت إجابة سهلة جدا بالنسبة لي، لأنهم يمكنهم أن يروا فريقي يلعب وأفكاري واضحة. كنت تجاوب على الأسئلة التكتيكية كابتن؟ تستغرب أنه أحد يطرح عليك أسئلة تكتيكية قبل التعاقد؟ تحدثنا أيضا نعم عن هذه. كان الاحتجاج بأنك لا تلعب بطريقة 4-4-2، يريدونك أن تلعب ب4-4-2؟ صحيح أننا تحدثنا عن 4-4-2، لأنه برأيهم اللعب بمهاجمين أفضل لتسجيل الأهداف، ووضحوا ذلك. مثلا في التعاون مع مهاجم واحد كنا الفريق صعب على نسبة تهديف في الدوري، ولكن لم نخسر إلا في المباراة الأخيرة بسبب هدف واحد بين التعاون والأهلي. إيش كان بينك الاختلاف وبين المجلس الجديد اللي سميته أنت المجلس الجديد؟ وش كان الاختلاف؟ على ماذا اختلفتم؟ ثم
تركوك؟ I don't know. I لا just أعرف. wait for the فقط May 15th, انتظرت the day 15 that من they مايو، should go on. اليوم الذي يجب أن يستأنفوا فيه الإجراءات، ولم يفعلوا ذلك، وكان يجب أن يدفعوا للتعاون لفسخ العقد لأنه كانت متبقية لدي سنة مع التعاون ولم يفعلوا ذلك. فبعد ذلك أرسلت إليهم رسالة: إذا لم تدفعوا لي التعاون فإن اتفاقيتنا قد انتهت ويمكن أن نوقع لنادي آخر. هل لديك أي حقوق كابتن على النصر، حقوق مالية؟ تطالب النصر بأي أمور مالية؟ أنت غوميز شخصيا. If I want right now, لو أردت الآن I can ask more money, فيمكنني بالمطالبة بالمزيد من الأموال من النصر، but I don't want. I just لكنني لا want أريد، the money from my فقط work. أريد Working with أموالي التي تستحقها لقاء أتعابي. أنا لا أعمل النصر الآن، لدي علاقة جيدة جدا بالأمير فيصل وأنا أحترمه كثيرا and I wish good luck. وأتمنى له ووافر الحظ له ولفريقه، I want just to receive وأريد money فقط from أن my أتلقى salary. استحقاقاتي أو مرتباتي من هذا النادي أو وهو الحالي بنياس. قد تعود كابتن لتدريب النصر في الموسم المقبل أظن، صحيح؟ I think that one day أعتقد بأنني يوما ما سأعود إلى المملكة العربية السعودية لأنني لا، أود أن ولكن أفوز كابتن باللقب أعتقد أنك هناك. ستعود للنصر تحديدا، صحيح؟ Now, do you have the crystal ball? هل لديك كرة سحرية؟ I don't know. Only God knows. لا أدري، الله أعلم. أعرف In my heart, بأنني في I قلبي feel that I أشعر must بأنني go there يجب أن and أعود get the title. هناك مرة أخرى للفوز باللقب جميل. الذي يستحقه. أرجو ذلك. كابتن، كيف ترى مشوارك الآن في بنياس؟ بدأت بداية سيئة جدا في الإمارات هنا بخسارة خماسية، أرجو لك التوفيق طبعا في المستقبل، لكن كيف ترى المشوار؟ كيف ترى بنياس وإمكانية تحقيق طموحاتك معه؟ Look, thank you. شكرا. I think it's like the big trees, you know. هي مثل الشجرة الكبيرة لكي تنمو أولا يجب أن يوفر لها الدعم على الأرض، فأتمنى أننا سنحصل على الدعم على الأرض لكي نصل إن شاء الله إلى آفاق السماء ولتحقيق طموحاتنا. والأكثر من ذلك فهؤلاء اللاعبين يستحقون كثيرا لأنهم يعانون من تدريبات الشاقة. أرجو لك التوفيق غوميز. أنا سعيد جدا بمحاورتك. سبق و يعني عملنا لقاء ولكن كان عن بعد، أول مرة نلتقي وجها لوجه، وسعيد جدا بنجاحاتك التي حققتها في الدوري السعودي مع فريق التعاون. كونت اسم جميل هناك، وحتى عندما غادرت الأهلي لك ذكرى، المهم أن لك ذكرى أيا كانت فلك ذكرى هناك. أرجو لك التوفيق في بنياس، أرجو أن نراك مرة أخرى في الدوري السعودي. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. Thank you so much and congratulations for your program. Thank To you personally. شكرا. برنامجه هناك أنت شخصيا.